أهلا بكم متابعي قناة أخبار عربية ومعلومات. الذين يقولون باستحالة تركيب ثنائية حكيم زياش وابراهيم دياز كانهم ما كيتفرجوش في كرة القدم العالمية. علاش؟ لأن اللي كيتفرج في الفريق الوطني وكيتفرج في اللاعبين معا لوجيست مختلف تماما. حكيم زياش ماشي هو ابراهيم دياز. بالله عليك واش ابراهيم دياز تيسدل من البعد ديال 35 34 متر؟ واش ابراهيم دياز تعتمد على عمليه التحويل ديال الكرات الطويله من الجهه اليمنى للجهه اليسرى؟ في هذيك اللعب كيدير لك ما يسمى بالاكسجنه ديال العمليه الهجوميه، يا اما الا كان في الجهه اليمنى مع حكيمي ومع او اللاعب اللي كيلعب مع في الوسط كيصير مثلثات جميله، او في عمليه ديال لي ترانسفيرسال اللي كيعمل اللي باتجاه الصمد الزلزولي اللي تيكون وحيد ديك المنطقه، نظرا لان الفريق الخصم كيكون جار الدفاع كله للجهه اليمنى فهو كينقل الكره للجهه اليسرى. ثم ايضا لا ننسى كم من مره حل حكيم زياش العقد